اعمل ايه عشان الحق نفسي واسمع نفسي وبطل امثل وما يكونش فيه تمثيل واقول انا كويس ومن جوايا مش كويس. اول حاجه لما حد يسالك انت عامل ايه رد زي ما ترد على الشخص. هتقول له كويس، هتقول له مش كويس، زي ما ترد، ولكن تبقى صريح وواقعي جدا مع نفسك. تقعد مع نفسك وتقول انا مالي، هو انا فيا ايه. لازم تسمع نفسك وتقعد مع نفسك وتسال نفسك السؤال ده، أنا حاسس بإيه؟ وما تقولش تعبان ومخنوق وبس وتسكت. اسأل وابحث جوه نفسك وشوف الأساس إيه. خايف من حاجة؟ هل حاجة حصلت فعلا زعلتك وضايقتك؟ أو مرهق من موضوع أو شغل أو موقف حصل لك، أو أنت فعلا حاسس إن أنت وحيد ومفيش حد سند وظهر ليك ومحدش جنبك؟ لأن اللي بيتفهم بيتغير. لو أنت فاهم مالك هتعرف تتغير وتعرف تعالج نفسك كويس قوي. عشان كده لازم تقعد مع نفسك وخد نفسك واقعد تقول لها تعالي يا نفسي كده واقعدي معايا، واقعد مع نفسك من غير تليفون ومن غير تلفزيون ومن غير شاشه ومن غير اي تابلت ولا لابتوب ولا كمبيوتر. اعزل نفسك عن اي حاجه تماما تفصلك عن انك انت تقعد وتسمع نفسك. وامسك ورقه وقلم واسال نفسك واكتب في الورقه انا حاسس بايه وانا محتاج ايه. نصيحة لما تجاوب ما تجاوبش الاجابات المثالية. يعني لما تسأل نفسك مالك انا كويس الحمد لله، ما تراضيش نفسك بكلمة محفوظة وكلمات مثالية محفوظة بيترد بيها وخلاص. لا، اقعد مع نفسك بجد وافحص نفسك بجد وشوف مالك بجد وجاوب باللي جواك بكل صدق. ولو فعلا ما لقيتش اجابة في الوقت الحالي كرر الموضوع ده يوم بعد يوم بعد يوم، وكل يوم تقعد مع نفسك 10 دقايق بالورقة والقلم. هتلاقي الموضوع اختلف معاك بعد فترة واكتشفت حاجات كتيرة جدا عن نفسك انت ما كنتش عارفها ولا كنت قادر تستوعبها ولا كنت قادر تفتكر اصلا ولا تعرفها. ومهم جدا كمان انك تعرف انك مش محتاج انك تبقى كويس دايما طول الوقت. يعني مش طول الوقت جامد وما بتتأثرش، لا، ممكن تتأثر وممكن تزعل وممكن تتضايق وممكن تتخنق وممكن تتوتر، كل ده اوكي. ولكن القوة هي انك ازاي تقدر تقعد مع نفسك بعد كل ده وتبقى واضح وصريح جدا مع نفسك، وتقعد مع نفسك وتتكلم مع نفسك وتشوف مالك في ايه بجد. ولازم تعرف ان دي مشاعر طبيعية اي انسان في الدنيا بيمر بيها، بيزعل ويتضايق ويتخنق ويمر بمشاكل وبيمر باضطرابات نفسية وزعل نفسي وتعب نفسي كتير جدا. الاهم من ده كله انك تبقى قوي وصريح وواضح مع نفسك، واوعى تكذب على نفسك وتقول اجابات محفوظة هي مش حقيقية. عشان كده لازم تقعد مع نفسك وتتفاهم معاها كويس قوي. يمكن طول الوقت اللي فات انت بتحاول تقنع نفسك ان انت كويس ومن جواك فعلا مش كويس. عشان كده اسأل نفسك اخر مرة قعدت مع نفسك امتى واتكلمت مع نفسك امتى عشان تقدر تفهم نفسك. ما تهربش وما تمثلش. يمكن في حد جواك بقاله كتير محتاج يسمعك وهو نفسك محتاجة تسمعك عشان تحل مشاكلك. واهتم بنفسك وافصل نفسك عن اي حاجة بتعطلك عن قعدك مع نفسك. عمرك خدت هدوم متوسخة وحطيتها تحت السرير وقلت هسيبها لحد ما تنضف؟ وفي الحقيقة الهدوم المتوسخة هي موجودة، انت مش شايفها بعينك، ولكن هي موجودة تحت السرير. ولكن وجودها تحت السرير ده مش معناه ان هي مش موجودة. عشان كده مشاعرك نفس الحكاية، انت بتخبيها وتكتمها جواك، ولكن مش معنى انك بتكتم مشاعرك جواك ان هي مش موجودة. زي ما قلت لك امسك ورقة وقلم واقعد مع نفسك 10 دقايق واكتب كل حاجة مضايقاك واكتر حاجة بتستنزفك وتتعبك نفسيا، اكتبها في الورقة وحاول انك توجد ليها الحل لما تسمع نفسك وتقعد مع نفسك. حاجة اخيرة، بطل تسعد كل الناس، لانك مستحيل هترضي كل الناس ولا كل الاطراف. في الاول خالص في الاول الفيديو لما اتكلمنا انك انت لو قوي وصامد هيقول لك ده ما عندكش دم وانت مش حاسس وانت مش متأثر. ولو اتأثرت وابتديت تعبر عن مشاعرك وتعيط وتبكي يقول لك هو انت مش راجل، ما تجمد شوية وغيره. وقيس على هذا المقياس انك مستحيل هترضي كل الاطراف من كل الناس. عشان كده نفسك هي اهم، انك تقعد مع نفسك وتفهم نفسك مع حبك لكل الناس بلا استثناء، ولكن ما يسيطرش على مشاعرك وما يسيطرش على نفسيتك، لأن كل إنسان هو هيشوفك زي ما هو شايفك،
مهما عملت ومهما غيرت هو شايفك بطريقة هو بس اللي شايفك بيها، وهو عايز يشوفك بيها. عشان كده مهما عملت كويس أو وحش هو هيقول لك أو هيشوفك بنفس الطريقة اللي هو شايفك بيها أو هو عاوز يشوفك بيها. عشان كده ما تشغلش بالك بأي آراء من الناس، وبطل تشغل نفسك بالناس. عشان كده ما تمثلش انك كويس، خليك صادق مع نفسك وواضح جدا مع نفسك عشان تعرف تفهم نفسك وافهم نفسك. مع زكريا تدرس. باي.